بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. كنا وقفنا المرة اللي فاتت إن إحنا هنشوف موضوع الاختبار المغلق ده والعشرين تيستر، وقلنا إن إحنا عندنا الخدمة دي فري وعندنا جروب والناس كلها بتساعد يعني. فهسيب لينك الجروب لو حد عايز أي حاجة أساعده بيها. طب الحاجة اللي النهاردة نتكلم عليها هو اللي هي طلب الإصدار العلني. في شوية أسئلة كده قبل ما نبدأ نشتغل لازم تجاوب عليها. هقول لك تجاوب عليها ازاي النهارده، وهقول لك الموضوع بيبقى ماشي ازاي. طب الاسئله عباره عن ايه؟ الاسئله عباره عن شويه كده استفسارات بيفهم منك الدنيا ماشيه ازاي معاك، ايه اللي حصل معاك يعني. فاول سؤال انا جاوبت عليه وجاوبت عليه قلت هو هنا بيقول لك ان انت ازاي جبت يوزرز عشان يقدروا يعملوا تيست للابلكيشن بتاعك. فانا قلت ان انا جبت شويه صحابي وجبت شويه ناس مهتمه بالابلكيشن والحاجات دي كلها، وخليتهم يعملوا تيست عشان بس اشوف المشاكل اللي موجوده في الابلكيشن. والموضوع ده كان بشكل تطوعي وبدون مقابل. طب مدى السهوله، الافضل تختار ليس صعبا وليس سهلا عشان ما تخشش في تفاصيل تانية. ولو قال لك ايه التفاعل اللي حصل هتقول ان هو استخدموه زي المستخدمين الحقيقيين بالظبط، ما حصلش تغيير كبير. بلاش تخش في تفاصيل تانية يعني. ولو قال لك ايه هي الملاحظات، اكتب انت ملاحظات عادية من عندك، بلاش الملاحظات اللي هي الرهيبة. يعني انا مثلا كاتب ان انا ايه، عاوزين نزود عدد القصص. ما قلتش مثلا ان هم عايزين نغير حاجة كبيرة في لا، يعني هم عايزين نعمل حاجة ايجابية. فاهم الفكرة؟ المرحلة التانية يقول لك مثلا اديني لمحة عن الابليكيشن بتاعك. انا هنا اتكلمت ان الابليكيشن بتاعي هو لأي حد مهتم بالدين الاسلامي، وكمان قلت ان الابليكيشن بتاعي بيقدم قيمة. ده كان السؤال التاني، يعني الابليكيشن بتاعي كان بيقدم قيمة. شرحت المميزات اللي موجودة في الابليكيشن زي ان هو القرآن الكريم، التفسير والاستماع والايه، اوقات الصلاة والحاجات دي كلها، واذاعة القرآن الكريم والكلام ده كله. قال لي انت عدد التحميلات المتوقعها كام؟ انت خليك من 0 ل10 آلاف، خليك يعني ما تزيدش قوي عن كده يعني. وبرضه ما تختارش لا اعلم، دي مش كويسه. انت خليك في الاتنين اللي فوق. بيقول لك التطبيق بتاعك ايه الحاجات اللي انت غيرتها على التطبيق والحاجات اللي انت استفدتها من الاختبار المغلق. قول انا نويت ان انا اغير. ما تقولش ان انت عملت تغييرات بس انت قول ان انا ما كانش، يعني انت قول ما كانش في حاجه الناس قيمتها ان هي لازم تتغير. هي كانت كلها حاجات تتعمل في المستقبل، فانا عشان كده ما غيرتش، لكن انا استفدت من التجربة. ويقول ان الموضوع كان كويس يعني معاك. طب انت ازاي قررت ان التطبيق بتاعك جاهز للعلن؟ ان انت خليت الناس تختبر التطبيق والناس عملت ريفيوهات عليه وخدت اجابات ايجابية، وان الموضوع كان كويس برضو. بس وبعدين تعمل ايه؟ تطبيق. بعد ما بتعمل موضوع التطبيق ده هتلاقي بعدين ايه عندك هنا الجزئية دي، ان انت الموضوع هياخد معاك 7 ايام. هو مش هيوصل معاك 7 ايام يعني، هيبقى اقل من كده يعني ان شاء الله. بس هو ما بيوصلش 7 ايام يعني. الحاجة التانية اللي لازم تاخد بالك منها ان انت لازم تخش على موضوع النظرة العامة على النشر ده. ان انت لو في اي موضوع لازم تيجي هنا تعمل ايه؟ نشر. عشان دي مهمة اوي يعني. لو في اي تغيير هنا اهو بتيجي هنا وتيجي ايه تعمل نشر. لحد هنا انا خلصت، ما فيش حاجة تانية يعني ان شاء الله. لو في اي سؤال او اي حاجة بقى سيب لي كومنت وانا هبقى ارد عليك ان شاء الله.